اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى، انا هعمل معاكم السمك الجميل قوي قوي ده. سمك تونة، بس طريقته سريعة جدا، ما بياخدش وقت خالص. تقدري تعملي بسرعة لو انتي مستعجلة. اول حاجة هتجيبي السمك التونة زي ما انت شايفة انا مقطعاه ازاي، وتقطعي كده وتغسليه كويس جدا. بعد كده هنتبله بالخلطة بتاعتي اللي هي توم، ملح شطة كمون زي ما انتم شايفين اهو. وهركنه على جنب. معايا الخضار: بصل، طماطم، كرفس، فلفل الوان، جزر مبشور، كل الخضرة اللي عندك. وتقومي جايبة شوية زيت ونازلة بيهم كلهم على النار، تفضلي تقلبي فيهم زي ما انتم شايفين كده. هنحط عليهم شوية ملح، شوية كمون، شوية كزبرة، بس كده مش حاجة تاني. بعد كده بقوم جايبه كميه الخضار بتاعتي دي، اسماها على نصين، بنزل نصها في الصينيه زي ما انتم شايفين. وبعد كده بحط السمك بتاعي، ترصي السمك في الصينيه ما بين طبقات الخضار. انا هحط نص الخضار من تحت والنص التاني هحطه فوق السمك. ده مش كتير، الخضار مش كتير. انا عايزه اقول لكم انتوا هتاكلوا الخضار قبل السمك. صينيه السمك دي بتبقى حلوه قوي قوي. وتقدري تعمليها لو انتي مستعجلة ومش عارفة تعملي اكل ايه، بتتعمل بسرعة. حتى لو السمك موجود عندك في الفريزر تقدري تفكيه على طول وبتعمليه، ما بتاخدش منك نص ساعة كلها على بعضها، بسواها في الفرن كمان. جربوه والله جميل جدا وطعمه حلو، هيعجبكم قوي. انا خلاص حطيت نص الكمية وحطيت السمك بتاعي، وبعدين هنزل بنص كمية الخضار الباقية عندي. وبعد كده هدخلها الفرن. انا عايزة اقول لكم ريحتها حلوة جدا جدا. ولسه السمك ما دخلتش، يعني الصينيه ما دخلتش الفرن ولا اي حاجه، ريحه الخضار بس تحفه. بعد كده هحط عليها معلقتين زيت من على الوش بس كده، وبعدين هدخلها الفرن. بتاخد حوالي في الفرن ما بتكملش، نقول مثلا 25 دقيقه، 30 دقيقه بالكتير. هي نص ساعه، مش يعني مش تاخد اكتر من كده. وبعدين اطلعها زي ما انتم شايفين، هي كده استوت. السمك دايب من جوه. شايفين الخضار بتاعي انا متبلاه ومديله تشويحات على النار، بس بص شكله جميل ازاي، طعمه برضو حلو. انا بعشقها حقيقي. طريقة السمك دي لذيذة جدا جدا. انا عايزة اقول لكم السمك من جوه دايب قوي. انا هكسر لكم حتة السمك دلوقتي عشان تشوفوها من جوه عاملة ازاي. السمك ابيض وجميل. سمك التونة ده طبعا حلو قوي. تقدروا تعملوه طبعا زي ما قلت لكم باي نوع سمك تاني عندكم، بيبقى حلو خالص. تقدري تعملوا بقى جنبه شوية رز، تقدروا تاكلوه بالعيش زي ما انا بحب اكله بالعيش، بيبقى حلو جدا. بألف هنا وشفا عليكم يا رب. جربوها وان شاء الله تعجبكم، تكون وصفة سهلة وسريعة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.